لبست نضاره عشان نظري ضعف وحصل احداث كتير. المهم اللي حصل كالاتي: في 3 معلومات لازم نعرفهم عن العسل النقي. اول حاجه الضغط الاسموزي الموجود في العسل بسبب تركيز السكر، ده بينتج عنه حاجه اسمها الضغط الاسموزي، وده بيمنع وجود اي كائنات دقيقه بتتوجد في العسل. الحموضه والبي اتش بتاع العسل بيبقى عاده من 3.2 ل 4.5، ده حموضه قليله، ومعنى كده ان هو بيمنع وجود اي كائنات ميكروبيه داخل العسل بسبب الحموضه القليله. وجود انزيم الجلوكوز اوكسيديز ده بينتج عنه ماده اسمها بيروكسيد الهيدروجين. بيروكسيد الهيدروجين ده بيمنع اي تجمع ميكروبي جوه العسل. اللي حصل بقى هتيجي نشوفه مع بعض بعد مرور 15 يوم. احنا عملنا تجربتين: اول تجربه على الخبز، قطعتين خبز، واحده دهناها بالعسل واحده من غير عسل، وربع التفاحه اللي موجود داخل عسل. تعالى كده قرب لي بالكاميرا شوف ايه النتيجه اللي حصلت. وجود كائنات دقيقة وفطريات وبكتيريا وميكروبات موجودة على السطح، وظهر حالة تعفن بالكامل تحت التفاحة. لو خدت بالك هنطلعها دلوقتي، الجزء ده لسه أبيض أو محافظ إلى حد ما على الشكل بتاعه. طيب نفتح كده نشوف الخبز، نقول بسم الله. دي القطعة اللي مش مضاف عليها حاجة. وفي هنا تنويه حابب أقوله: إن القطعة الخواص بتاعتها تقريبا نشفت جدا، ما الوضع بتاعها تقريبا ثابت، ما ظهرش اي حاله عفن، وده ان دل فانما يدل على شيء